قبل أكثر من 4000 سنة أكو واحد بلع الحوت، وهذا الواحد مو إنسان عادي، هذا نبي. رب العالمين ذكر قصته بالقرآن الكريم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم راح نحكي لكم عن قصة النبي يونس عليه السلام اللي بلع الحوت وظل عايش ببطنه أيام. قبل آلاف السنين كانوا الآشوريين عايشين بالعراق، وتحديدا بنينوى اللي حاليا الموصل. هناك كانوا عايشين العراقيين الآشوريين على نهر دجلة. الآشوريين كانوا مشهورين كلش بالبناء وخصوصا بصناعة التماثيل، وهاي التماثيل أكثريتها كانوا يعبدوها. فرب العالمين قرر يدزلهم نبي اللي هو يونس عليه السلام، فهناك انولد بنص الآشوريين وتربى بنصهم. فمن بدأ يكبر شاف كل العالم يعبدون الأصنام، ما عدا هو كان موحد ومؤمن بالله، وما كان مقتنع بعبادة الأصنام اللي أصلا ما تنفع البشر. فرب العالمين اختاره وكلفه ودز عليهم حتى يبلغهم انه يعبدون الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس من شافوا النبي يونس عليه السلام يقول لهم لا تعبدون الأصنام ما اقتنعوا به ولا اهتموا له، لأن هم صار لهم سنوات طويلة يعبدون بهاي الأصنام. يعني هم وآبائهم وأجدادهم متربين على هذا الشيء، فما اقتنعوا به ولا اهتموا له. ظل النبي يونس سنوات طويلة يحاكي الناس ويحاول وياهم، يعني تقريبا ظل فوق 20 سنة ليل ونهار ويحكي وياهم، والناس ما مهتمة لكلامه ما عدا 2 أشخاص صدقوا وآمنوا بيه. تخيل انت فوق 20 سنة ليل ونهار ويحكي ويا العالم وبس 2 اقتنعوا بكلامه، والنبي يونس عليه السلام تعب وياهم ما خلى طريقة ما سواها. طبعا هو نبي ودعاء مستجاب، فدعا على كل الناس الموجودين هناك، فهنا قرر يدعي ليهم. على فكرة أغلب الأنبياء عليهم السلام دعوا على القوم مالتهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي الرحمة هذا، نبي الإنسانية، إيش قد سووا بي وإيش قد أذوه، وكان دائما يقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. أشوفكم بالحلقة الجاية، في أمان الله.